السلام عليكم. اليوم نتكلموا على الموضوع اللي مطروح هاد الأيامات. أه موضوع لا يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، في الرياضة. ولكن عنده أبعاد أخرى، أبعاد تفسر العالم كيفاش هو يمشي. مانيش نزيد من عندي، ولكن هذه هي الحقيقة، لازم نفهموها نشوفوها بوضوح. بعض الناس يغمضوا عينيهم هاد التناقضات وهاد الأمور مستجدات اللي تحصل. ماهيش مستجدات، على كل حال قديمة جديدة. تم إقصاء تاع الملاكمة الجزائرية، تأهلت للنهائي. أه كانت قادرة تحصل على الميدالية الذهبية ومرجحة ترجيحا تقدر تقولوا شبه كامل، على خلفية تحليل الدم تاعها لقاو نسبة الهرمونات الذكورية مرتفعة عندها. نعم، لا مورفولوجي تاعها نوعا ما ذكورية، معناتها في الوجه، ولكن الجهاز عندها جهاز جنسي أنثوي إلى آخره. معناتها أنثى، حنا نعتبروها أنثى ماهيش ذكر. وكيما حبيتو دينيا، علميا، فيزيائيا، تشوفها أنثى. أول مرة نشوفو دخلو هاد العفسة تاع الهرمونات، إلا في بعض الأحيان، مثلا استعمال معناتها استعمال انجيكسيون، معناتها كيما نقولو حقن تاع رفع من الهرمونات الذكورية، باش حتى كيما نقولو الجسم تاعهم يتقوى ويتحملوا إلى آخره، خاصة في التدريبات. هذه لا طبيعيا هي عندها نسبة تاع الهرمونات الذكورية مرتفعة. كيفاش تفسروها هذه؟ التفسير تاعها عميق نوعا ما. هنا لاحظوا دخل ماشي السياسة، كما ما في نقولوا الدولة العميقة والدولة. هذه الدولة ما الأعمق، كاين دولة وكاين دولة عميقة وكاين الدولة الأعمق. وتلك الدولة الأعمق هي تابعة بمعناتها لوبي، ولا نقدروا نسميوها فريماسون، ولا كيما حبيت. مترابطين هما عندهم نوايو، معناتها ما ندخلوش في العمق تاع هادشي. واش معناتها؟ هادية إقصاء بسبب الهرمونات مرتفعة الذكورية لأسباب طبيعية. معناتها تقدر النساء عندهم مرتفعين ولا منخفضين، موجودة سواء في الحيوانات ولا في الإنسان. هنايا نشوفوا بلي راح تولي لا سيليكسيون واحدة أخرى، تولي اعتبارات واحدة أخرى. بمعناتها مالا هكذا تولي تفرض قوانين، تولي أي واحد ذكر ولا أنثى تقيس له هرمونات وانت تسيليكسيونيه إلا هو ذكر ولا أنثى في الرياضة. ما عنده جهاز عضوي ذكري بصح تقدر ديرو امرأة ويلعب مع النساء، والعكس صحيح. هذا هو المنطق هنا. معناتها لاحظوا باللي رانا رايحين ليها. العالم هذا ويشجع الشذوذ الجنسي، حنا نسموه الشذوذ الجنسي. وبهذه الأطروحة الجديدة راح تولي اختيارات ولا تنقيحات، ولا نسموها، نقدروا نسميوها لا سيليكسيون. معناتها الذكور والإناث ما ياخذ اتجاه آخر، مش اتجاه اللي كنا نعرفوه من الخلق، بداية الخلق أو الخليقة. أمر حنا نقولوا خطير. وعلاش لحقت غير الجزائر تاخذوا هذا القرار هنا؟ الأمر عنده اعتبارات استراتيجية جيوسياسية، مع الأمور اللي تصرى في العالم في أوكرانيا وروسيا والجزائر والمروك.
هادو نتكلموا عليهم في مواضيع أخرى، لأن القناة جديدة ومازال ما لونسيناهاش. بمعناتها هاد الكلام اللي نتكلم فيه الآن هو فقط معناتها نوع من الدخول. هنايا نقدروا نقولوا باللي راح نوصلوا إلى هذه المرحلة، ودوك العالم وبدا يفرض بعض الأمور. الأمر الغريب هذا الأمر كبير شوية، هذا الأمر خطوة للدولة العميقة اللي احنا ما عندناش. الدولة الأعمق ما عندناش احنا في الجزائر. لو كان عندنا، لو كان مطبعين مع الصهاينة، ممكن رانا متفقين مع المروك، ممكن رانا دايرين علاقات أخرى، ربما رانا ضد روسيا بأشكال بشكل غير مباشر، ولا يكون عندنا ميل ضد روسيا إلى آخره. نتكلموا هاد في المواضيع المقبلة إن شاء الله، ونتعمقوا في بعض الأمور. هذه فقط بتيت سيكونس معناتها فيديو قصير فقط للبداية. شكرا وصحة سحوركم. السلام عليكم. اليوم نتكلموا على الموضوع اللي مطروح هاد الأيامات. موضوع لو يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، في الرياضة، ولكن عنده أبعاد أخرى، أبعاد تفسر العالم كيفاش هو يمشي. مانيش نزيد من عندي، ولكن هذه هي الحقيقة، لازم نفهموها نشوفوها بوضوح. بعض الناس يغمضوا عينيهم هاد التناقضات وهاد الأمور مستجدات اللي تحصل. ماهيش مستجدات، على كل حال قديمة جديدة. تم إقصاء تاع الملاكمة الجزائرية، تأهلت للنهائي. كانت قادرة تحصل على الميدالية الذهبية، ومرجحة ترجيحا تقدروا تقولوا شبه كامل، على خلفية تحليل الدم تاعها لقاو نسبة الهرمونات الذكورية مرتفعة عندها. نعم، لا مورفولوجي تاعها نوعا ما ذكورية، معناتها في الوجه، ولكن الجهاز عندها جهاز جنسي أنثوي إلى آخره. معناتها أنثى، احنا نعتبروها أنثى ماهيش ذكر. وكيما حبيتو دينيا، علميا، فيزيائيا، تشوفها أنثى. أول مرة نشوفو دخلوا هاد العفسة تاع الهرمونات، إلا في بعض الأحيان، مثلا استعمال معناتها استعمال انجيكسيون، معناتها كيما نقولوا حقن تاع رفع من الهرمونات الذكورية، باش حتى كيما نقولوا الجسم تاعهم يتقوى ويتحملوا إلى آخره، خاصة في التدريبات. هذه لا طبيعيا هي عندها نسبة تاع الهرمونات الذكورية مرتفعة. كيفاش تفسروها هذه؟ التفسير تاعها عميق نوعا ما. هنا لاحظوا دخل ماشي السياسة، كما ما في نقولوا الدولة العميقة والدولة. هذه الدولة ما الأعمق، كاين دولة وكاين دولة عميقة وكاين الدولة الأعمق. وتلك الدولة الأعمق هي تابعة بمعناتها لوبي، ولا نقدروا نسميوها فريماسون، ولا كيما حبيت. مترابطين هما عندهم نوايو، معناتها ما ندخلوش في العمق تاع هذا الشيء. واش معناتها؟ هذه إقصاء بسبب الهرمونات مرتفعة الذكورية، لأسباب طبيعية. معناتها تقدر النساء عندهم مرتفعين ولا منخفضين، موجودة سواء في الحيوانات ولا في الإنسان. هنايا نشوفوا باللي راح تولي لا سيليكسيون واحدة أخرى، تولي اعتبارات واحدة أخرى.
بمعناتها مالا هكذا تولي تفرض قوانين، تولي أي واحد ذكر ولا أنثى تقيسلو هرمونات ونتا تسيليكسيونيه إلا هو ذكر ولا أنثى في الرياضة. مام عندو جهاز عضوي ذكري بصح تقدر ديرو مرا ويلعب مع النساء والعكس صحيح. هذا هو المنطق. هنا معناتها لاحظوا باللي رانا رايحين ليها. العالم هذا ويشجع الشذوذ الجنسي، حنا نسموه الشذوذ الجنسي. وبهذه الأطروحة الجديدة راح تولي اختيارات ولا تنقيحات ولا نسموها، نقدروا نسميوها لا سيليكسيون، معناتها الذكور والإناث ياخذ اتجاه آخر، مش اتجاه اللي كنا نعرفوه من الخلق، بداية الخلق أو الخليقة. أمر بون حنا نقولوا خطير. وعلاش لحقت غير الجزائر تاخذوا هذا القرار هنا؟ الأمر عنده اعتبارات استراتيجية جيوسياسية مع الأمور اللي تصرى في العالم في أوكرانيا وروسيا والجزائر والمروك. هادو نتكلموا عليهم في مواضيع أخرى لأن القناة جديدة ومازال ما لونسيناهاش. بمعناتها هاد الكلام اللي نتكلم فيه الآن هو فقط معناتها نوع من الدخول. هنايا نقدروا نقولوا باللي نحن وصلوا إلى هذه المرحلة ودوك العالم وبدا يفرض بعض الأمور. الأمر الغريب هذا الأمر كبير شوية، هذا الأمر خطوة للدولة العميقة اللي احنا ما عندناش. الدولة الأعمق ما عندناش احنا في الجزائر. لو كان عندنا، لو كان مطبعين مع الصهاينة، ممكن رانا متفقين مع المروك، ممكن رانا دايرين علاقات أخرى، ربما رانا ضد روسيا بأشكال بشكل غير مباشر، ولا يكون عندنا ميل ضد روسيا إلى آخره. نتكلموا هاد في المواضيع المقبلة إن شاء الله، ونتعمقوا في بعض الأمور. هذه فقط بتيت سيكونس، معناتها فيديو قصير فقط للبداية. شكرا وصحة سحوركم.